يا صباح الفل عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل بقى البسكوت الفلاحي بتاع زمان. البسكوت الفلاحي على اصوله، وطريقته حلوه جدا وبيرمي معاكي كميه. دي الميزه بتاعته، انه بيرمي معاكي كميه. واحلى حاجه انه ما بيكونش فيه دهون كتير زي البسكوت التاني اللي بتجيبوه مثلا من الحلواني او من الافران. ده ما بياخدش دهون كتير زيه، وبيطلع هش وخفيف، ويعني تاكلوا منه ما تشبعوش منه. هنعمله. تقدروا تشكلوا فيه زي ما انتوا عايزين، العجينه واحده، وشكلوا فيه زي ما انتوا حابين. تمام. يا ريت بس اللي ما اشتركش في القناه يشترك وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد بننزله في القناه. تمام. شايفين شكله عامل ازاي؟ طالع خفيف جدا ودايب دوب كده، وخطير بجد. ان شاء الله هيعجبكم. بصوا عامل ازاي. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. المقادير دي طالعه جميله جدا ومظبوطه، والسكر بتاعه مظبوط، دهون قليله. هنعمله بالزبده مش بالسمنه، ولو عايزين تعملوه بالسمنه هينفع برضه. ويلا بينا ندخل على الطريقة والمقادير بتاعتنا. أنا معايا هنا 3 كيلو دقيق هما اللي أنا هعملهم. ومعايا 15 بيضة، بيكنج باودر 1 كيس واحد، معايا فانيليا 8، ومعايا نشادر 3 معالق كبار، ومعايا نص كيلو زبدة تقدر تستبدليها بسمنة، ومعايا السكر 900 جرام تقدروا تخلوها كيلو لو حابينه مسكر شوية زيادة يعني، وكيس تانج ده اختياري، ونص معلقة ملح طعام عادي. وفي معايا حليب بس انا ما حطيتوش مع المقادير دي، نسيت احطه على الترابيزة. فهو هيكون معانا حليب نص كيلو. نص كيلو حليب، ومدوبة كمان فيها انا ايه، لبن بودر. انا كسرت البيض اهو في الحاجة اللي انت هتعجني فيها. وبتفضي كمية الفانيليا كلها 8، انا مفضية 8، تقدر تخليهم 10 لو عايزة. هنفضي كيس التلج. كيس التلج ده اختياري، انا حابه بس اللون بتاعه يكون ايه باين شويه، بس هو مأثرش كتير بصراحه، لان نوعيه التلج دي انا مش عارفه يعني، لقيت لونه فاتح شويه مش زي اللي كنا بنجيبه الاول. فهو اختياري مش اساسي في الوصفه، تقدروا تستغنوا عنه، مفيش منه اي مشكله خالص. تمام. هقلب كل البيض والتانج دوت مع بعض. هضرب البيض الاول شويه كده. تمام. وهنزل بالسكر دول 900 جرام سكر، لو عايزين تسكروه سنة زيادة هتحطوا الكيلو السكر ده. كيلو كان خشن وانا اللي طحناه في المطحنة عندي. هنقلبهم برضو لحد السكر ما يندمج كده مع البيض شوية. طبعا لما بنحط السكر بودر بيسهل عليك العملية شوية. لو مش هتحط السكر بودر وفي مشكلة مثلا في المطحنة او حاجة، تدوبي السكر كله في نص كيلو اللبن، وبعد ما تدوبيه على النار تسيبيه يبرد. سيبيه يبرد وبعد كده هتشتغلي بيه. بس الافضل انكم تطحنوه. كده انا قلبت السكر والبيض والفانيليا. هننزل بقى الزبدة يا دوب فكتها، ما تكونش سخنة. اهم حاجة الزبدة تكون فكة، بس لو سخنة غلط. ممكن تكون فاترة سنة ماشي، انما سخنة لا. انا كانت معايا كانت باردة خالص. هنضربهم برضو كويس جدا. تقدروا تعملوا الخطوة دي في الخلاط لو حابين. لو عملتوها في الخلاط هتسهلوها على نفسكم برضو شوية. ولو ان هي يعني مش محتاجة خلاط قوي، لان هي السكر مطحون معانا. لو حابين تعملوها في شفشق الخلاط او في الكبة مثلا هتنفع. وهي كده سهلة برضو مش صعبة. المقادير اللي انا بعملها دي مقادير 3 كيلو. لو انتوا عايزين تعملوا كيلو انا هكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف، مقادير الكيلو. وهكتب لكم برضو مقادير اللي انا بعملهم دول 3 كيلو. صندوق الوصف هتدوسي على العنوان اللي تحت الفيديو، هتلاقي صندوق الوصف يتفتح معاكي، هتلاقي المقادير كلها فيه. تمام. هجيب بقى الحليب ده نص كيلو حليب ومدوبة انا فيه كمان لبن بودر، ودول 3 معالق نشادر. هحطهم على الحليب وهقلبهم تقليبة كويسة جدا. هقلب فيهم بقى وهننزلهم على باقي الخليط اللي احنا عملناه، وبرضه هنقلبهم كويس جدا. في الوقت دوت تقدروا تقلبوا وتاخدوا راحتكم في التقليب، وزي ما انتوا عايزين خدوا وقتكم خالص في التقليب. انما لما بنوصل بقى لمرحلة ان احنا نضيف الدقيق، يا دوب تحسي تفضلي تقلبي لحد ما نحس ان الدقيق اختفى، وبتوقفي عجنة. تمام. افضي بقى الحليب. انا حابة اوريكم بس الرغوة اللي شغالة دي، مش عارفة اذا كانت واضحة ولا لا. كده انا فضيت الحليب. الحليب ده انا كنت مدوبة فيه حليب بودر كمان حوالي 3 معالق.
يعني هو حليب عادي من عند اللبان ومدوبة فيه حليب بودرة. أقلبهم كويس جدًا. آخر حاجة بقى هنحطها في المكونات السايلة الكيك شيف أو البيكنج باودر. وزي ما قُلت دي رشة ملح زي ما قُلت لكم، هاسيب لكم المكونات كلها أو المقادير في صندوق الوصف، صندوق الوصف اللي هو جنب العنوان، تضغطي على العنوان هيتفتح لِك صندوق الوصف، هتلاقي فيه مكتوب المقادير بتاعة الكيلو وبتاعة ال3 كيلو، ولو عايزين أي حاجة تاني اكتبوا لي في التعليقات، اكتبوا واسألوني اللي أنتم عايزينه. هاقلبهم كويس جدًا. بعد كده هنضيف الدقيق بقى، الدقيق ده فريش أنا لسه جايباه، فعشان كده بافضّي من الكيس على طول. عايزة أقول لكم إن ال3 كيلو دول هيرموا معاكِ كمية كبيرة جدًا. أنا كنت مزوّدة شوية دقيق، ما فضّيتش ال3 كيلو كلّهم، يعني حرصًا إن أحسن يكون السائل مثلًا قليل أو كده، أو الدقيق مش هيقبل، يعني في دقيق مثلًا يقبل سوائل، في دقيق لأ، فبنخلّي شوية احتياطي. هنا أنا فضلت أقلّب فيه لحد ما حسيت إنه خلاص الدقيق شرب كل السوايل. وأنتِ بتعجني كده في الأواخر هتحسي إن إيديكِ ملزقة وإن العجينة ملزقة. لمّا تشوفيها تختبريها بإيدِك التانية اللي هي الإيد النضيفة، هتبُصّي تلاقي العجينة لأ مش ملزقة في إيدِك. فإحنا لمّا بنخلّص عجن مهم جدًا، جدًا إنِّك أنتِ تسيبيها ترتاح على الأقل خالص نُص ساعة. بُصّي إيدي دي ملزقة أهي والعجين ملزق لسه فيها، لمّا هتسيبي العجينة ترتاح نُص ساعة هتلاقيها فكِّت، التلزيقة دي راحت من إيديكِ يعني هتبقى مضبوطة وحلوة جدًا. بعد كده بعد النُص ساعة جِبت المكنة وربطناها في الترابيزة وبدأنا نقطّع. طبعًا التقطيع المقاسات اللي أنتم عايزينها، الرسمة اللي أنتم عايزينها، التشكيل يعني براحتكم جدًا. المكنة دي طبعًا اللي هي بتاعة زمان، المكنة القديمة بيكون معاها التشكيل الرسومات بتاعتها الأمواس بتاعتها يعني. بيكون فيها رسومات كتير، فأنتِ بتختاري الرسمة اللي أنتِ عايزاها. أنا حطيت الموز دوّة ما غيّرتوش بصراحة، حطيناه ولإن لمّا سويت لقيته إيه، البسكوتة بتوسع وبتخمر وبتزيد جامد زي ما أنتم شايفين هنا رفيّعة جدًا، وشفتوها طبعًا بعد التسوية تلاقي البسكوتة عريضة وكبرت. فأنا لو كنت اخترت موز تاني أو رسمة تاني كانت هتبقى شكل البسكوتة كبير جدًا عن كده. زي ما أنتم شايفين كده وسويناه. تضبطي النار بتاعتِك على الشبكة، تضبطي الفرن بتاعتِك على 160 160 170 كده، تهدّي النار عشان يطلع معاكِ مقرمش وتطوّلوا بالكم في التسوية. يطلع لونه حلو كده محمِر وتحسّي كده إن الحاجة بتاعتِك استوت. زي ما أنتم شايفين كده كُلّه طالع جميل جدًا وهش وخفيف جدًا. الرسمة أهي لسه قاعدة واضحة فيه زي ما أنتم شايفين كده. دول اللي كانوا ببطن المكنة عملتهم دواير كده بسكوتات مدوّرين صغيّرين وخلاص، اللي هُم بيبقوا في قلب المكنة ما بينزلوش، طبعًا أنتم عارفين الكلام ده. تمام، أنا كده خلّصت ويا رب يعجبكم بقى البسكوت بتاعنا، واكتبوا لي رأيكم بقى في التعليقات، وكل سنة وأنتم طيبين ونشوفكم على خير فيديو جديد، باي باي.